باشا الكوير، نسمع الفيديو الصغير ده ونرجع لبعض تاني. الكابتن محمود الخطيب الفنيات بتاعته مش ما كانتش موجوده عند مارادونا ولا عند اي حد، حتى في اي لعيب في العالم ما كانش يجي المهارات بتاعته زي كابتن محمود الخطيب. سمعنا بودننا اللي بيقوله الراجل الطيب، وفي الاخر الاهلاويه بيزعلوا مننا لما بنقول ان في اهلاويه كتير ما بتفهمش في الكوره. وده اكبر دليل. الراجل ده شغال في غرفه ملابس النادي الاهلي بقاله اكتر من 50 سنه، يعني المفترض انه فاهم في الف ب كوره. طالع بيقول لك ان كابتن محمود الخطيب مهاراته مش موجوده عند الكابتن مارادونا. طبعا الكلام ده اقل ما يقال عنه انه هذيان، لان احنا لو سالنا الكابتن محمود الخطيب نفسه هقول لك ده كلام فارغ وملوش لازمه. فيا جماعه بعد اذنكم مش كل واحد يطلع يقول اي كلمتين فارغين وتلاقي في التعليقات الله عليك يا كابتن والله ينور عليك، وهو بيقول اي كلام في البطاطس، كلام فارغ. دييجو ارماندو مارادونا عمل حاجه في الكوره مفيش حد عملها قبليه ولا عملها بعديه لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي. ايه هي بقى؟ لما راح نادي نابولي. نادي نابولي ده كان نادي بينافس على الهبوط في الدوري الايطالي، نادي تحت. اول سنه لعب فيها في نابولي وصلهم مركز ثالث في الدوري. السنه الثانيه اخذ بيهم الدوري. السنه الثالثه اخذ بطوله اوروبا. لعيب واحد ياخد نادي من القاع للقمه، مفيش لعيب في الدنيا عمل كده. على مستوى المنتخبات جاب كاس عالم لمنتخب الارجنتين 86، ووصل نهائي كاس عالم 90 وخسر 1-0 بالعافيه قدام المانيا على ارضها وسط جمهورها. فيا ريت يا جماعه اللي يطلع بعد اذنكم وحاطط شعار النادي الاهلي يا يطلع يتكلم في الكوره ويقنعنا ان هو بيفهم كوره، او يسكت وما ياكدش الكلام بتاعنا ان اكتر جماهير الاهلي ابيض يا ورد.